السلام عليكم ورحمة الله. واليوم ان شاء الله جبت لكم العشاق الحار والهريسة. جبت لكم واحد الهريسة غزالة كتجي عاقدة كي كتشوفوا، بنينة، واهم شيء انها صنع منزلي، يعني دايرينها على يديكم في الدار. وهنا جبت لكم حتى الطريقة ديال الترقاد الفلفلة، يعني رقدتها بجوج ديال الطرق. فلفله رقدتها غير بالماء، وفلفله رقدتها بالزيت. تبعوا معايا لا فيديو باش تعرفوا الطريقه ديال اعداد هاد الفليفله والهريسه. اول حاجه نعمل معكم الهريسه، احتاجيت ليها كيلو ديال الفلفله الحلوه، يعني الفلفله الحمراء طبيعه الحال باش تعطينا اللون وتهرس لينا حتى داك الجهد اللي كاين كتير في الفلفله الحاره. وعندي هنا 2 كيلو ديال الفلفله الحاره، هرستها بكيلو ديال الفلفله الحلوه. واهم شيء هي الليغو، ضروري نستعملوا الليغو ملي غنبغي نجي نقرد الفلفله الحاره باش يدينا ما يتقاسوش بالحرور ويعطيونا الصداع بزاف. غادي نشد ديك الفلفله بعدا الحلوه هي الاولى، غنقطعها غير على نصف ونحيد ليها داك الزريعه ديالها، نخليها على هذا الشكل طولي، حيت غير غنبخرهم، ما غاديش نخليهم يطيبوا، غير ندخلهم شويه ديال الصهد ديال التبخار ونطفي عليهم العافيه. نقطع هاد الكيلو اللي عندي ديال الفلفله. من بعد ما قطعته كي كتلاحظوا، انا هنا قطعت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي ندوز دابا لديك الفلفله الحاره اللي عندي حتى هي نقسمها على نصف، نحيد ليها الزريعه. انا ما تعجبنيش الزريعه في الهريسه، كاين اللي كيبغي الزريعه يخليها، يحيد ليها غير هاد الرويس ديالها الفوقاني ويلوحها هكاك. يعني في هذه المرحله ضروري وكنأكد عليكم، يعني ديروا الليغو، هما اللي غيحميوكم من داك الجهد اللي كاين في وسط الفلفله الحمراء. ومعروفه على الفلفله الحمراء كتكون حاره بزاف. نكمل التقطاع ونرجع معكم. في هذا الاثناء بعد ما ساليت التقطاع كي كتلاحظوا قطعتها كامله، غادي ندير واحد 4 الوريقات ديال ورقه سيدنا موسى. وهنا عندي واحد تقريبا راس كبير ديال الثومه. وغادي نغطي دابا هاد الكسكاس ديالي، نخليوه تقريبا مده 10 دقائق، ما نخليوش زعما تيطيب، غير يفور ونطفيو عليه. هنا بعد ما تبخرت ليا كي كتشوفوا راه كيتقلص الحجم ديالها، يعني ما كتبقاش بديك الكميه الكثيره. غادي نجيب هاد الهاشوار اللي من الاحسن الا كان عندكم هو اللي تستعملوه، هو اللي كيطحن لكم هاد الهريسه زعما، يعني كيخليها قوام ديالها قوام واحد، يعني كتجي خاطره. غادي نعمر هاد الهاشوار ديالي كي كتلاحظوا راه باقا سخونه. وهنا غادي نجيب واحد اللب ديال حامض مصيه عندي، غنطحنها مع هاد الحامض. وغنجيب الثومه تقريبا شي 3 فصوص كبار ديال الثومه خضراء. يعني من الاحسن توموا هاد الهريسه بالثومه وديروا ليها الحامض بكميه كثيره. هنا بعد ما طحنت الهريسه كي كتلاحظوا كيجي القوام ديالها عاقد. هنا ما ضفنا لا ما لا حتى شي حاجه، يعني مباشره طحنا الهريسه قدامكم كي كتشوفوا القوام ديالها، وحتى ديك الرائحه ديالها مجهده ديال الحار. غير بعدوا شويه عينيكم باش ما تطلعكمش ديك الرائحه المجهده ديال الحار وياكلوكم. غادي نجيب هاد المقلاه اللي عندي كبيره شويه، وغادي نضيف فيها الطحنه الاولى، ومن بعد نمشي نطحن بقيه العناصر. وملي نسالي ندير عاوتاني الحامض، في كل طحنه كندير شويه الحامض وشويه ديال الثومه وكنطحن. هنا بعد ما طحنت الكميه الكامله اللي عندي ديال الهريسه كي كتشوفوا القوام ديالها كيجي، دابا غادي نزيد عليها واحد شويه توابل، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مدقوق، ونص معلقه صغيره ديال الكمون، ما تقووش الكمون. وهنا غادي نجيب تقريبا معلقه كبيره ديال التحميره، يعني تقريبا المعلقه الاولى صغيره والثانيه صغيره، يعني معلقه كبيره ديال التحميره. ونصف كاس ديال زيت الزيتون، انا درت زيت الزيتون، تقدروا تخلطوا زيت الزيتون مع زيت نباتيه. وغادي نجيب كاس عامر، انا هنا ما كانش عندي الحامض كفايه، يعني ديروا نتوما كاس عامر ديال عصير ديال الحامض. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم 2 كيلو ديال الفلفله مع كيلو ديال الفلفله الحلوه، ديروا معها كاس عامر ديال عصير الحامض. ونوضع هاد المقلاة فوق من عافيه مهيله تطبخ مزيان وتزيد تختار ليا ويدخل فيها ديك العطريه اللي ضفت فيها، ونقدمها معكم. في هاد الاثناء الهريسه ديالي راه كتطبخ،
يعني على عافيه مهيله، ومره مره نحركوها. انا هنا غادي نرقد معكم الفلفله بالزيت الزيتون، يعني ضفت تقريبا واحد رابعه ديال الفلفله الحمراء بعد ما حيت لها داك العرش ديالها الفوقاني. درتها في هاد الميقلاه، درت عليها معلقه كبيره الملحه، وخويت عليها الماء طايب، وغادي نغطيها ونخليها ترقاد ليا في هاد الماء طايب حتى نحسوا بالماء اللي ضفنا عليها برد. وهنا بعد ما برد ليا داك الماء اللي ضفت فيه الفلفله، غادي دابا نصفيها. الا عندكم الوقت خليوها حتى تنشف، على خاطرها ما عندكمش الوقت نشفوها. انا جبت هاد المنديل غنشفها من داك الماء مزيان، ضروري تنشفوها. ومن بعد غادي نجيب دوك القريعات ديالي المعقمين، يعني طريقه التعقيم ديال القراعي كتخويو عليهم الماء طيب وتخليهم ينشفوا رؤوسهم، ما تمسحوهمش صافي وتستعملوهم. هنا غادي نضيف واحد الورقه ديال سيدنا موسى. من بعد غنعمر القرعه ديالي بديك الحاره، ومن بعد غادي نجيب زيت الزيتون وغادي نخويه على ديك الفلفله حتى تعمر ليا القرعه. ضروري ما نصبوا زيت الزيتون حتى يغطي لينا زيت الزيتون الفلفله ديالنا كامله كي كتلاحظوا. غادي نجيب دابا هنا عندي القزبر حبوب على هذا الشكل، ندير واحد تقريبا واحد الكميه قليله من على الوجه ديالها، وغنجيب واحد التويمه تكون غير متوسطه الحجم صافي. وغادي نغلق القرعه ديالي باحكام ونخليها مده 15 يوم توجد معكم. ودابا غادي ندوز نرقد معكم الفليفله غير بالماء. كناخذوا هاد الفلفله يعني الخضراء، تقدروا تستعملوا الحمراء، كنقيوها نحيدوا لها داك الراس ديالها نقصوا منه، وكنفلحها بالوسط بالموس كي كتلاحظوا. من بعد غادي ندير عليها واحد 2 معالق كبار ديال الملحه، وغادي نجيب الخل. هاد الخل الاصفر ما تستعملوش داك الخل الابيض خاص بشلاضه، نديروا هاد الخل الاصفر تقريبا نص كاس ديال الخل. غنخويه على ديك الفلفله اللي فلحت بالموس. ديجا الفلفله هنا منقيه عندي ومغسوله وناشفه. دابا غادي نجيب ماء طايب غنخويه مباشره في ديك الفلفله اللي ضفت فيها الملحه والخل، وغادي نجيب شويه ديال الحامض، تقدروا ديروا حتى اوراق سيدنا موسى، شويه ديال داك القزبر حبوب، واحد التويمه صافي. ونسد عليها القرعه، ومره مره يعني نحرك القرعه، مره نحطها على وجهها مره نقلبها باش ديك الحاره تشرب ليا الماء. والهريسه ديالنا في هذه الاثناء راه وجدات كي كتلاحظوا بالتحريك المستمر، وانا كنحركها حتى اختارت مزيان وجات بنينه. وخا هكاك ضفنا فيها ديك الفلفله الحلوه راها جات حاره بزاف. دابا غادي ندوز نعمرها في هذه القراعي اللي ديجا كما قلت لكم معقمين صافي. وغادي نجيب واحد شويه ديال زيت الزيتون نخوي على الوجه ديالها غير باش ما يتسربش ليها الهواء ويخسرها. ندوز نعمر القرعه الثانيه حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال الهريسه. وهذا هو الشكل ديال الهريسه ديالنا اللي قدمت معكم. انا كنحتفظ بها في المجمد، يعني ما كنخليهاش خارجه من المجمد. كتجي صراحه غزاله بنينه لجميع انواع الاستعمالات. العشاق الهريسه اهم حاجه انها صنع منزلي. والفليفلات ديالنا اللي شاركت معكم كي كتلاحظوا. كنتمنى هذا الاقتراح يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك وبارطاجيو الفيديو ديالي مع اهلكم واصحابكم. السلام عليكم.